السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا أصدقائي. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن إزاي تديري حياتك صح وتبقي مسيطرة على كل حاجة ومن غير ضغط نفسي ولا تعب. الحقيقة اللي محدش بيقولها لك بصراحة إن الحياة مش بتمشي لوحدها. يعني مش هتصحي في يوم الصبح تلاقي كل حاجة في حياتك متظبطة، ولا هتلاقي نفسك فجأة بقيتي منظمة وناجحة ومبسوطة في نفس الوقت. إدارة الحياة مهارة كبيرة انت بتتعلميها وبتكتسبي جزء منها وبتتعبي فيها شوية، بس نتيجتها في الآخر بتكون بتستاهل التعب اللي انت تعبتيه. فأول حاجة لازم تعرفيها إنك مش محتاجة تبقي إنسانة مثالية في كل شيء. انت محتاجة تبقي إنسانة واعية، عارفة انت رايحة فين وليه وبتعملي ايه وليه بتعملي الفعل دوت. أول حاجة انت لازم تعرفي انت عايزة ايه. المشكلة اللي كتير مننا بنقع فيها ان احنا طول الوقت بنجري ومش عارفين احنا عايزين ايه. لكن اسألي نفسك بهدوء، انا عايزة ايه من حياتي؟ عايزة ابقى ايه؟ ايه الحاجة اللي انا لو حصلت او وصلت لها هبقى راضية عن نفسي؟ واكتبي بايدك، ما تستهونيش بالكتابة. كل الافكار اللي في دماغك طلعيها على الورق. الكتابة هتفرق معاكي جدا وهتبينلك ايه هي اولوياتك. يعني مش كل حاجة مهمة بنفس الدرجة. في حاجات لازم تعمليها فورا ومهمة، وفي حاجات مهمة وحاجات تانية ملهاش أي لازمة. يعني لو ما عملتهاش مش هتأثر في حياتك. يعني مش كل مكالمة لازم تردي عليها فورا، مش كل طلب يتطلب منك لازم تنفذيه في نفس اللحظة. ركزي على الحاجات اللي بتقربك من هدفك والباقي يجي بعدين. وقتك وحياتك مش بتتعوض، ولا هتعرفي تشتريها ولا ترجعيها. فاقعدي مع نفسك شوية بعيد عن الموبايل والكلام الفاضي والسوشيال ميديا، واسألي نفسك، هل أنا بعمل حاجة مفيدة؟ هل أنا بعمل شيء يطور من نفسي ويقدمني للأمام؟ هتعرفي من الإجابة. ولو كانت الإجابة لأ، اعملي لنفسك نظام بسيط، حتى لو هتشتغلي في اليوم ساعتين فقط على نفسك، بس تلتزمي بيهم. تشتغلي على تطوير نفسك. لو عايزة تطوري عادات خطأ عندك أو تطوري من مهارة عندك، بس بلاش تشتتي نفسك، لأن أكبر عدو لأي إنسان هو التشتت. يعني مش كل شوية تطلع في دماغك فكرة تقولي أنا هنفذها، مش كل شوية يظهر قدامك هدف تقولي عايزة أوصله. لأ، ركزي في حاجة واحدة بس المهم إنك تكملي فيها للآخر. وخليكي عارفة كويس قوي إنك مش هتعرفي تديري حياتك وإنتي تعبانة نفسيا أو جسمانيا. يعني لازم تهتمي بنفسك، يعني تنامي كويس، تاخدي الوقت الكافي لنومك، تاكلي كويس أكل صحي، تتحركي، اقعدي مع نفسك شوية في هدوء. افتكري إنك إنسانة مش مكنة، ولازم تدي لنفسك حق. ولازم تعرفي إن مش لازم ترضي كل الناس اللي حواليك، ومش لازم كل حاجة تتطلب منك توافقي عليها. اتعلمي تقولي لأ للحاجات اللي بتستهلكك وبتستهلك طاقتك. قولي لأ لأي حاجة هتبعدك عن نفسك وتطويرها وهتبعدك عن هدفك. اعرفي ان في اوقات كتير هتقعي او هتفشلي في الاول، بس ده طبيعي. فما تجلديش نفسك، يعني سامحي نفسك. الفرق بينك وبين اي حد ناجح انه بعد ما بيقع او بيفشل بيقوم تاني من جديد.
يعني ما تجلديش نفسك كل شوية وتلوميها، بس في نفس الوقت ما تستسلميش برضه، تكملي للآخر. الحياة مش سهلة، بس برضه مش مستحيلة. إدارة حياتك مش معناها إنك تبقي كاملة في كل شيء، معناها إنك كل يوم بتحاولي إنك تبقي أحسن من امبارح. اعرفي إنك مش ضعيفة، انت بس محتاجة نظام، ومحتاجة تقرري إنك عايزة تتغيري، ومحتاجة تستمري. خدي القرار النهاردة، مش بكرة ولا الأسبوع الجاي. ابدأي حتى لو بخطوة صغيرة، بس أهم حاجة تفضلي مكملة. حياتك مش صدفة، ولا حد هيجي يصلحها لك أو يغيرها لك، ولا في وقت مثالي هيجي لوحده. الحقيقة الوحيدة هي إنك انت المسؤولة عن قراراتك وعن وقتك وعن مستقبلك. يا إما تفضلي مستنية الظروف تتحسن، يا إما تقومي وتخلقي انت الظروف بإيدك. ممكن تبان الخطوة اللي هتبدأي بيها خطوة صغيرة، لكن الخطوة الصغيرة دي هي اللي ممكن تغير كل حاجة في حياتك للأحسن. فما تخافيش من البداية، خافي بس إنك تفضلي واقفة مكانك. خدي القرار وابدأي، حتى لو ببطء، حتى لو لوحدك، حتى لو انت مش واثقة 100% انك هتنجحي، لان مع كل خطوة انت هتبقي اقوى من الاول، وهتبقي اقرب لنفسك الحقيقية وقريبة من هدفك. واكيد هيجي اليوم اللي هتبصي لنفسك بفخر وتقولي انا قدرت اني اغير حياتي للاحسن بايدي. انت تقدري، بس ابدأي واستمري وكملي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.